السلام عليكم. نهضروا على حساب الضريبة 5% ولا 37%. بزاف الناس يعني ما عارفين شي بزاف د الحاجات. الضريبة، مثلا الناس في أوروبا كيصارضو الناس ديالهم ولا ماماه، ولا مثلا كيصارض لها مثلا مليون. هي مثلا جمعت 50 د المليون مثلا في واحد الضربة، واحد خمسة المهم مع عامين ولا 5 سنين، المهم بحال هيدا نقولو ما كتخلصش عليه لأن ديجا هو خلص ياه. أصلا هو كيدخل عملة صعبة، كيدخل عملة صعبة. كذلك الناس اللي مثلا اللي كيجمعوا فلوس مثلا آخر أجير مثلا كيخدم في شركة وكيجمع فلوس، مثلا يجمع مثلا نقولو 30 د المليون ولا 40 د المليون، المهم هذاك ما كيخلصش عليه لأن ديجا هو خلص، لأن ديجا يعني كانوا اقتطاعات يعني ديال البنوك وديال الدولة، ويعني اسمها ضريبة الدخل، فهمتي. وكذلك الناس اللي كيجمعوا مثلا الورث، مثلا آخر ورث مثلا 100 المليون ولا 200 المليون ولا ما كذا ولا مليار، هذاك ما كيخلصش الضريبة. في يعني إنسان خصو يكون بالعقل ديالو. الناس اللي كيخلصوا الضريبة اللي ما عندهمش الظروف، مثلا اخر خدم عمل بيع وشريه مثلا ضرب واحد 200 المليون مثلا، ومهم بدا كيجمع مشي باش عباهم بانك، يعني ما عندوش الظروف، ما عندوش ديك الضريبه. بحال الناس اللي عندهم الضريبه، مثلا الشركه ولا مثلا شي واحد باع وتشارى وخلص عليه الضريبه، هذيك ما كيخلصش عليها الضريبه. يعني الضريبه كتخلص مره واحده ماشي جوج مرات، صافي. بارطاجي مع صاحبك باش تعمل فائده.